تواصل هذا الصنف من الطائرات القتالية تقدمها بسرعة فائقة. هذه الرمايات المدمرة تزرع الرعب في نفوس العدو. في مشهد عسكري يغير موازين القوى، تدخل القوات الجوية الجزائرية عام 2026 وهي تتربع على عرش نادي الكبار بتصنيف عالمي يضعها ضمن 24 الأقوى عالميا والثلاث الأوائل إفريقيا. لم تعد السماء الجزائرية مجرد مجال جوي، بل حصن منيع يصعب اختراقه بامتلاكها لأكثر من 618 طائرة. ولم يعد إعصار 2026 مجرد تمرين عسكري بالذخيرة الحية، بل هو رسالة ردع صريحة تضمن حماية الثروات والسيادة في حوض المتوسط والساحل الإفريقي، مؤكدة أن الجزائر هي الرقم الأصعب في معادلة الأمن القومي الإقليمي. وفي خطوة تعكس الجاهزية القصوى للجيش الوطني الشعبي، أشرف الفريق أول سعيد شنقريحة الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش على تنفيذ التمرين التكتيكي بالذخيرة الحية إعصار 2026. يأتي هذا التمرين في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات أمنية متسارعة ليثبت أن المؤسسة العسكرية الجزائرية تمتلك قوة ردع حقيقية قادرة على تحويل أي تهديد إلى رماد بفعل الترسانة المتطورة التي باتت تضم مقاتلات سيادية وأنظمة دفاع جوي بعيدة المدى. إعصار 2026 هو تجسيد لسياسة القبضة الحديدية التي تنتهجها الجزائر لحماية عمقها الاستراتيجي، مؤكدة للعالم أن أمنها القومي خط أحمر لا يقبل المساومة.